بصوا انتوا تحلوا الخلافات بتاعتكم وايه عن طريق الحوار، اتكلموا مع بعض كده ودي وحلوها انتوا الاتنين، ومش عايزين ايه، مش عايزين مشاكل. لحد كده الموضوع هادي ومستقر. ظهر بقى 85 سنة 85 حصل مشكلة. قالك السكان الاسبان اللي هم موجودين في مين؟ في سبتة ومليلة. سبتة ومليلة الاتنين مغربية، يعني على الاراضي المغربية، بس السكان اللي فيهم 60% اسبان. فقال لك بص السكان اللي فيهم عملوا شويه اضطرابات كده، وقال لك احنا عايزين حكم ذاتي ومالناش دعوه بيك يا مغرب، احنا تبع اسبانيا. وحصل ايه ازمات من جوه الايه سبته ومليل السكان. تمام. اسبانيا تسكت ما تسكتش. اسبانيا بقى في بلدها قال لك انا هعمل حاجه اسمها تجديد الاقامه كل 5 سنين لاي مواطن مش مغربي مش اسباني وعايش على ارضي. يعني انت غريب مثلا من جنسيه تانية وعايش في اسبانيا، قال لك انت تعمل لي اقامه وتدفع مصاريف ورسوم كل 5 سنين. هي حره، بس الكلام ده اتطبق على مين؟ قالت لك لا مش سبته ومليله تبعي، خلاص يبقى اللي عايشين في سبته ومليله هيدفعوا رسوم اقامه. يا عم دول المغاربه، دول اصحاب الارض. قال لك ماليش دعوه، سبته ومليله تبعي، انا اسبانيا والاراضي دي تخصني ومن زمان قوي. فالمغاربه هيدفعوا وهيجددوا الاقامه كل 5 سنين. يا عم احنا مغاربه على ارض المغرب. قال لك لا ماليش دعوه، الاراضي دي اسبانيه. فحصل بقى ان هو ايه، المغرب واسبانيا الموضوع بينهم لا هم عايزين يوصلوا لحرب، ولا هم عايزين يقطعوا العلاقات من بعض، ولا هم عارفين يحلوها، فيبقى الحال على ما هو عليه. تمام. دي مشكله سبته ومليله موجودين في المغرب وسلطه اسبانيا عليهم او احتلال اسبانيا عليهم. نقرا الكلام كده ونشوف الخريطه. طب تعالوا نشوف الخريطه الاول. ادي اسبانيا، تمام، وده مضيق جبل طارق، ودي المغرب، تمام. ثابته فين بقى؟ ثابته اهي ماسكه ناصيه كده. طب فين مليله؟ احنا قلنا نمشي شويه على الساحل 250 كيلو هنلاقي مليله. مش هنا مثلا ثابته؟ مشينا شويه هنلاقي مليله، تمام. دي ثابته ودي مليله، تمام. قال لك اسبانيا، الخريطه بقى نكبرها كده شويه. قال لك اسبانيا اهي والمغرب اهي، بينهم ايه؟ قال لك ثابته. طب فين مليله؟ المفروض تظهر هنا بقى لو مشينا شويه يعني. قال لك مليله اهي، تمام. 250 كيلو بعيد بس عن ايه؟ عن ثابته. ولكن ثابته ومليله الاثنين 20 كيلو متر مربع، وثابته عدد السكان فيها 82 ومليله قليله 78 ونص، تمام. نقرا الكلام عشان نفهم مكتوب ازاي. قال لك ثابته ومليله تقع مدينتي ثابته ومليله على الساحل المغربي على شط البحر، تمام، المغربي المطل على البحر المتوسط، تمام. ثابته تقع مدينه ثابته في مواجهه جبل طارق مباشره على الجانب الاخر من المضيق. المضيق هنا اسبانيا وهنا المغرب. وثابته يعني ايه؟ ماسكه ناصيه كده. وهي ذات موقع استراتيجي لا تبعد عن جبل طارق الا 26 كيلو، وعدد سكانها 20 زي ما قلنا، ومليله 20. عدد سكان ثابته 82، عدد سكان مليله احنا قلنا هتبقى قليله كام؟ 78 ونص. الكلام ده سنه 2011. لحد كده تمام؟ نقرا. قال لك ما علاقه الاستعمار بقى مشكله ثابته ومليله؟ اللي دخل اسبانيا اصلا في ثابته ومليله دي اراضي مغربيه. قال لك احتلت اسبانيا ثابته سنه 1415. 1415 احنا في الالفينات يا جدعان، يعني الكلام ده من 600 سنه، من زمان قوي. وفضلوا محتلينها وما سابوهاش. ثم قاموا بعدها باحتلال مليله اللي هي البلد الثانيه سنه كام؟ 1495. عايز احفظها. قال لك بص، مش دي 1415 ثابته وبعدين مليله احتلوها 1495؟ طب ما تخلي رقم واحد ده اقلبه 9 كده. 1/4 بعد 15 نخليه 95، تمام. يبقى دي 1415 ثابته وبعدين مليله قلبنا الواحد 9 بقت 1495. انا كده فهمتها وحفظتها. كمل. ثم وقعت المغرب فرنسا الاحتلال الفرنسي حتى استقلت عن الاحتلال الفرنسي كام؟ سنه 56. جت فرنسا احتلت المغرب وبعدين مشت سنه 56 وبقيت برضه ثابته ومليله تحت يعني ايه؟ تحت احتلال الاسبان. مع بقاء ثابته ومليله في يد الاسبان. ولم يتوقف المغرب على مطالبته بالمدينتين. انا عايز المدينتين بتوعي. انت يا اسبانيا بعد اذنك يعني ايه؟ سيب المدينتين وخلاص، خليك انت في اسبانيا، مالكيش دعوه بالمدينتين دول لانهم اراضي مغربيه. لكن اسبانيا رفضت بحجج وهي يعني حجج ضعيفه. طيب تمسك اسبانيا ليه بثابته ومليله والكلام ده مهم لانه جه في ثانويه عامه 19 و20. انت يا اسبانيا ليه البلدين دول؟ ليه المدينتين دول؟ ما تسيبهم للمغرب. قال لك والله التقادم هيقدم الاستعمار الذي يعود لسنه 1415 ثابته ومليله كام؟ قلنا هنقلب الواحد 9 يبقى 1495 مليله. قال لك يا عم الكلام ده من زمان قوي، احنا هنيجي نفتح في الدفاتر القديمه؟ خلاص خليها زي ما هي.
تمام. قال لك نسبه السكان اللي عايشين في سبت ومليله من اسبان 60% من السكان، يعني اكتر من نص السكان اسبان مش مغاربه. فاحنا يعني اسباب اجتماعيه خلاص هم تبعنا. قال لك المدينتين غير مسجلين ضمن الاراضي المستعمره، يعني مش معترف لدى الامم المتحده سنه 47. يعني الامم المتحده قال لك بص انا ما عنديش ورق ان الاراضي ايه مستعمره، البقاء يعني زي ما هو كده الوضع الحالي. تمام. قال لك موقف المغرب، المغرب عايز الاراضي بتاعته. قال لك ارض المغرب ازاي المشكله رسمها على الامم المتحده، الامم المتحده انا جاي لك سنه 75 عايزه ايه؟ قال لك الاراضي دي انا عايز صف الاستعمار منها، عايز الاسبان يسيبوا ارضي ويروحوا بقى يعني يسيبوها لي، انا عايز سبت ومليله بتوعي. اسبانيا قالت لك لا ماليش دعوه. مجلس الامن، يا مجلس الامن نعم حلها لنا. قال لك طلب مجلس الامن من اسبانيا والمغرب تسويه الخلافات عن طريق الحوار، قال لك اقعدوا مع بعض وحلوها كده ودي وتصافوا كده ومش عايزين دوشه. ظهرت مشكلتين داخل سبت ومليله سنه كام؟ 85. وهي محاوله السكان الاسبان اللي هم موجودين في سبت ومليله الحصول على الحكم الذاتي. ما يخصناش بقى القوانين المغربيه وبتاع، احنا تبع اسبانيا. اسباب ديموغرافيه يعني سكانيه وتاريخيه، ما هم من 600 سنه. تاني حاجه اصدار اسبانيا في اسبانيا قانون يلزم الاجانب اللي هو اي جنسيه عايشه في اسبانيا مش اسبانيين، يعني مثلا انت مصري رحت تعيش هناك في اسبانيا يقول لك بس انت كده اجنبي، يعني مش زي مش زي السكان، انت اجنبي مش من اي جنسيه يعني بس مش اسبان. قال لك بالحصول على اذن اقامه كل 5 سنين، يعني انت اجنبي مش اسباني وعايش في اسبانيا لازم تعمل اذن اقامه كده وتصريح كل 5 سنين ويتجدد وتدفع رسوم وبتاع. ماشي. في الوقت الذي يعتبر الاسبان في سبته ومليله ان المغاربه اجانب، ما سبته ومليله ترجع لمين؟ لادارتها ترجع لاسبانيا، يبقى السكان المغاربه اللي عايشين في سبته ومليله قال لك انتوا اجانب. يا عم اجانب ايه، احنا عايشين في المغرب واحنا مغاربه ودي ارضنا. قال لك لا مش دعوه، سبته ومليله ترجع لمين؟ للحكم مثلا اسباني. طيب المطلوب مننا انا مغربي وعايش في سبته ومليله، قال لك هتدفع زي الاجانب اللي عايشين في اسبانيا، هتعمل الاقامه دي كل 5 سنين. طب ازاي بس ازاي؟ المهم الذي يعتبر الاسبان في سبته ومليله لان السكان المغاربه اللي هم اصحاب الارض اجانب، بينما يعتبر المغاربه انفسهم اصحاب اللي هم ايه، احنا السكان الاصليين احنا اصحاب الارض لاسباب حضاريه وتاريخيه، احنا مغرب ومغاربه. قال لك حاليا نحاول المغرب ايجاد حل هذه المشكله بشكل ودي للابقاء على العلاقات الوديه مع اسبانيا، مش عايزين ندخل مع بعض في حرب وعايزين نحلها ودي احنا الاثنين مع بعض يا اسبانيا. تمام. كما تحرص اسبانيا برضو على عدم تصعيد الموقف، مش عايزين ندخل في حرب، وفي بينهم برضو زي ما قلنا كده في جبل طارق، مضيق جبل طارق. ايه مضيق دي؟ بص يا سيدي، لما يكون البحر كبير كده ويجي عند حته فيها يابس وفيها يابس، البحر ضاق شويه وبعدين وسع تاني، فالحته اللي هو ضيقه شويه يعني الميه هنا ضاقت عشان في يابس وفي يابس، فالحته دي مضيق اسمه مضيق. طبعا اللي يعدي من المضيق هيدفع فلوس، هيدفع رسوم عشان ايه المركب تعدي، سواء بقى مضيق باب مندب، مضيق هرمز، مضيق جبل طارق، دي لسه هنشوفه بعدين. تمام. فاحنا كده فهمنا الدنيا رايحه فين. قال لك مشكله كشمير دي تاني مشكله. مشكله كشمير دي برضو فيها هي ظريفه، تعال نفهم الحدوته بتاعتها وبعد كده نفهم الكلام ازاي. قال لك كشمير دي بص يا سيدي، بريطانيا كانت محتليه الهند وباكستان زمان، ماشي، فقسمت الهند وقسمت باكستان. قال لك بص دول على حسب التقسيم الايه، التقسيم الديني. انت يا هند الديانه بتاعتكم ايه؟ قالت لك احنا هندوس. ايه هندوس دي؟ بيلعبوا بوذا بقى واللي هو يعني ايه ما تفهمش، بيقدسوا البقر ويعملوا بتاع حمر هنا على شغل اميتاب باتشان والناس دي. تمام. وانت يا باكستان قالك احنا مسلمين، خلاص قسم الحدود ما بينهم على اساس الدين، المسلمين يجوا هنا في باكستان والهندوس يروحوا هنا ايه في الهند. طب كشمير، قال لك كشمير دي حته في النص كده بيننا وبينهم، فكشمير واقع في النص ما بين الهند وما بين باكستان وبين الصين وبين افغانستان، بس المشكله كلها ما بين مين؟ ما بين الهند وباكستان. كشمير ادارتها ترجع لمين؟ ترجع للهند، الحاكم اللي بيديرها يرجع لمين؟ للهند. طب السكان اللي فيها مسلمين، طب ما تودوها خلاص يبقى تبع باكستان لان المسلمين في باكستان واغلب السكان في كشمير يعني ايه مسلمين. طيب انت قسمت على اساس ديني، ما خلاص يبقى كشمير تبع مين؟ تبع باكستان بقى وفضاء صير. قال لك لا يا عم، الاداره والحاكم اللي بيحكم كشمير هندوسي، يعني تبع مين؟ تبع الهند. طب وبعدين قال لك بص السكان اللي عايشين في كشمير عملوا مشكله، قال لك احنا مسلمين ومش عايزين يبقى اللي بيحكمنا واحد هندي وهندوس وبتاع، احنا عايزين حكم ذاتي
فاللي حصل الراجل اللي هو الحاكم اللي هو في كشمير اللي هو هندوسي، يعني بيرجع ادارته للسلطه الهنديه للهند، قال لك الحقني يا هند السكان عاملين ثوره وخلاص وعايزين يفلتوا من ايه، من السلطه بتاعتنا وعايزين يبقوا تبع باكستان. الهند قالت لك بس انا هروح بقى بجيوشي، اروح ايه احمي الراجل اللي هو سلطتي هناك والحاكم بتاعي ونفض الايه الاحتجاجات اللي حصلت. باكستان قالت لك لا حاسب يا عم، دلوقتي المسلمين وكشمير وبتاع وتبعنا احنا مش هنسكت، والهند داخله بجيشها، انا باكستان كمان اخش بجيشي، والاتنين دخلوا في بعض والاتنين حاربوا بعض لمده سنه وايه لحد ما الامم المتحده بقى قال لك بس احنا نهدي اللعب بيننا كده رجاله ونخلي كشمير دي ننزع منها السلاح والجيش ده يرجع مكانه والجيش ده يرجع مكانه ومالكوش دعوه بايه بكشمير، ونسيب كشمير زي ما هي، وممكن نعمل استفتاء انتوا يا كشميريين عايزين تبقوا تبع الهند ولا تبع ايه تبع باكستان. تمام، دي الحدوته كلها. تعالى بقى نشوف الكلام المكتوب ازاي، بس الاول نشوف الخريطه. ادي الهند اهي شبه القاره الهنديه وقدامها محيط اسمه المحيط الهندي، ماشي. ادي الهند، فين باكستان؟ جنبها ايه؟ دي باكستان ودي الهند ودي الصين ودي افغانستان. كشمير ده هي بقى هي دي اللي عليها المشاكل كلها وخصوصا بين الهند وبين باكستان. نقرا الكلام. قال لك الموقع تنحصر كشمير بين الهند وباكستان والصين وافغانستان، الهند وباكستان والصين وافغانستان. تمام، مساحتها حوالي 220 الف كيلو متر مربع، كبيره برضه يعني حوالي خمس مساحه مصر، يعني بلد كبير. مميزاتها ايه الميزه يعني بتاع كشمير، يعني اللي هو يعني اسمها كان منتشر قوي ليه؟ قال لك تميز بانها منطقه جبليه مرتفعه حيث جبلات الهيمالايا، جبال الهيمالايا. طب طالما المرتفعه يبقى درجه الحراره فيها اقل. قال لك ما هو ده كان الميزه اللي فيها، كان ايام الاحتلال البريطاني ده كانوا بيروحوا يصيفوا هناك والجو درجه حرارته حلوه، في امطار، في غابات، في مناظر جميله، في بيروحوا يصيفوا. فدي كانت الميزه قبل بقى من الخناقه اللي احنا بنتكلم عليها هتحصل كمان شويه. قال لك ان المكان مناسب لقضاء اجازاتهم الصيفيه هروبا من شده الحراره وغزاره الامطار حيث تغطي مساحات كبيره منها بالغابات الطبيعيه. حلو. وتتمتع بمناظرها الجميله بالغابات الطبيعيه التي تجذب اليها السياح. لحد كده كلام حلو قوي والدنيا هاديه ورايقه. النزاع بين الهند وباكستان على كشمير سنه 47، بدات الخناقه سنه 47. قال لك بريطانيا اصلا لما كانت محتليه المنطقه دي قسمت الهند وباكستان على اساس الديني، الهندوس هيجوا في الهند والمسلمين هيجوا في باكستان، وبعد كده باكستان نفسها اتقسمت باكستان شرقيه وباكستان غربيه. تمام. قال لك هم بريطانيا بتقسم الهند الى قسمين، المنطقه دي اتقسمت الى جمهوريه الهند وتضم الاغلبيه الهندوسيه اللي هم بيعبدوا الدين بتاعهم اسمه هندوس وبتاع، والثانيه باكستان اللي تضم الاغلبيه المسلمه، يبقى هندوس في الهند ومسلمين في باكستان. وترك الاستعمار منطقه كشمير ما بينهم كده خارج التقسيم، في الوقت نفسه انقسم باكستان الى باكستان شرقيه وباكستان غربيه. لحد كده ماشي يا عم مفيش اي مشكله. قال لك رغم ان الدين السائده في كشمير هي الاسلام، اغلبهم مسلمين فالمفروض يبقوا تبع مين؟ باكستان. قال لك لكن السلطه اللي بتحكمها هندوسيه يبقى تبع الهند. فان ولذلك فانا حاكم كشمير مش عايز بقى لا ينضم لدول ولا عايز ينضم لدول، سيبوني في حالي خلاص الدنيا هاديه عندي. قال لك حاكم كشمير لا يرغب في الانضمام الى اي من دولتين في البدايه، وفضل ان يكون بعيدا عن النزاع بين الهند وباكستان، ماليش دعوه بمشاكلكم سيبوني في حالي. نظرا الى الاغلبيه في كشمير منين؟ من المسلمين. ولان تقسيم القاره الهنديه على اساس ديني، الهند فيها هندوس وباكستان فيها مسلمين وكشمير فيها ايه؟ فيها مسلمين. طب خليك تبع الهند. ولان تقسيم خليك تبع باكستان. ولان تقسيم شبه القاره الهنديه تم على اساس ديني، فقد بدات الثوره الداخليه في كشمير ضد الهندوس. الناس الكشميريين المسلمين اللي في كشمير قال لك بص يا عم احنا مش عايزين هندوس ومش عايزين سلطه هندوسيه، احنا تبع باكستان. فاستعانت كحاكم كشمير بالهند، الحقيقه يا هند احنا سلطتنا هندوسيه تبعك واحنا تبعك، المطلوب قال لك في احتجاجات عندي ومسلمين مش عايزين سلطه وعاملين احتجاجات واضرابات والدنيا بايظه. طب الحل ايه؟ اسرعت الهند بالتدخل بجيشها في كشمير لمساعدته، ثم تدخلت اسبانيا لمساعده الشعب علشان هم مسلمين، والجيشين هيبداوا يحاربوا في بعض لمده سنه. الازمه دي بدات سنه كام؟ 47. خلصت سنه كام؟ يناير 49. واستمر القتال بين الهند وباكستان لمده سنه وتوقف عام 49. حلو. بعد ان دخلت الامم المتحده. الامم المتحده باختصار كده لو انت مثلا لو في اتنين متخانقين مع بعض بيروحوا لواحد كبير، انت كبرنا وانت كلمتك تمشي علينا وحصل كذا كذا قول لنا رايك ايه اللي يمشي عليا وعليه. قاعده بقى عرفيه بتاع خلاص الناس يعني ايه بتروح لكبير يحل لهم مشاكل. فالدول كتير فبيروحوا لمين؟ كبير بقى اللي يحل لهم مشاكل منظمه الامم المتحده.
المفروض الامم المتحده تبدا انها تحقق وتشوف الكلام هيمشي ازاي وكلمتها تمشي على الكل. ده المفروض. فالمهم راحوا لليمين للامم المتحده. الامم المتحده قسمت كشمير الى ايه؟ الى اساس خط وقف اطلاق النار. انتوا حاربتوا بعض؟ هند وباكستان بيحاربوا بعض؟ وقفتوا عند هنا؟ خلاص يبقى الخط ده هو وقف اطلاق النار. تمام؟ الى قسمين، احدهما يضم تلتين كشمير كمساحه واصبح تحت الاداره الهنديه زي ما كنا الاول، ويضم معظم سكان كشمير. وظل هذا التقسيم والنزاع قائم والصراع رغم كل الجهود اللي هي بتحصل علشان ايه؟ يسوي النزاع ما بينهم. طيب عايزين مقترحات بقى عشان نحل الازمه بتاع كشمير دي والناس دي تتصافى كلها مع بعض. قال لك اول حاجه احنا نعمل وقف اطلاق النار، مفيش حرب تانية يا جدعان، وكل جيش كده ايه يهدى شويه ونعمل هدنه كده مفيش اطلاق نار. تمام. وتجريد كشمير من السلاح. كشمير دي زي ما كانت الاول ما فيهاش يعني حروب وجيوش خلاص احنا بص كل جيش يرجع كده مكانه والجيش ده يرجع مكانه ونسيب كشمير زي ما كانت الاول في الهادي كده. وقف اطلاق النار، مفيش حرب. وتجريد كشمير من السلاح، مش عايزين الدبابات اللي انتوا جايبينها دي، كل جيش ياخد اسلحته ويرجع تاني. وسحب القوات المتحاربه الى موقعها قبل بدايه القتال. كلام حلو. قال لك نعمل اجراء استفتاء محايد، تمام، تحت اشراف الامم المتحده وتقرير مصير على اساس بقى الاستقلال كشمير دي تبقى لوحدها ولا تنضم للدوله دي ولا تنضم للدوله دي على حسب ما السكان عايزين. تمام. قال لك الاستفتاء يعطي الحكم لباكستان، ماشي، لاسباب دينيه. وفي حاله نجاح الهند في ضم اقليم كشمير اللي الهند خدتها لاسباب مثلا اقتصاديه لانها تحت السلطه الهنديه الهندوسيه، يؤدي ذلك الحروب الى ظهور مشكله دينيه بين الدولتين وبعض. فهي مش بتتحل، هي كده ان الهند وباكستان عندهم ازمه وخصوصا كشمير، فبينهم في نزاعات مش بتخلص. دي حدوته الكشمير. النزاعات السياسيه المترتبه على حركه القبائل بين وحدات سياسيه. واحده واحده. بص يا سيدي احكي لك حدوته. دلوقتي مثلا في رعاه، يعني ناس بترعى مثلا ماشيه او ابقار او غنم وخلاص بياخدوا الغنامه بتاعتهم دي وبعدين بيعدوا اي ارض يلاقوا مراعي وحشائش بيخلوا الماشيه تاكل وبعد كده بيرجعوا تاني ايه السكن بتاعهم او الخيام بتاعتهم اخر اليوم. كلام جميل جدا. جت الدول قالت لك بص يا عم احنا دولتين جنب بعض، احنا نشد خط كده ونبقى ايه نعمل حدود ما بيننا. ماشي. طيب اخواتنا اللي هم الرعاه اللي معاهم مثلا ماشيه اللي بيعدوا من الدوله اللي بيعدوا على الارض دي ايه اللي هيحصل؟ اقول لك بس وقفهم يا عم. عايزين تعدوا؟ قال لك عشان المراعي اللي هنا. قال لك قال لك يا عم دي بقت دوله دي بقت دوله. طب الحل؟ قال لك تدفع رسوم. هتعدي منين وهتدفع كام وكم ماشيه هتعدي فهيدفعوهم رسوم. يا عم كلها ارض. قال لك لا مش كده كمان. قال لك مش احنا عملنا حدود؟ السكان اللي هنا كتروا السكان اللي هنا كتروا فعايزين نعمر الاماكن دي. المراعي دي اللي متسابه كده حشائش كده يعني ايه، لا احنا نعمرها، احنا بقى الارض دي نبدا نعمل عليها زراعه علشان تعمل انتاج واقتصاد والدنيا تمشي وسكان طب الرعاه يعملوا ايه؟ طيب الراجل الراعي واخد الماشيه بتاعته بيعدي من على الارض دي، جيت انت حطيت له سور قلت له ده حد سياسي بين الدوله دي والدوله دي، طب هو يروح فين؟ فالمهم هيحصل بعد كده ايه مشاكل ما بين الرعاه وما بين المزارعين. يا عم انت خدت مني ارضي، يا عم انا ماليش دعوه انا بزرع ارضي، يا عم الارض دي كانت مراعي وفي نفس الوقت الماشيه بتاعتي تاكل منين؟ قال لك ماليش دعوه هي الدوله اللي عملت كده. طب الدوله راعتني وهي بتعمل حدود بينها وبين الدوله التانيه قبل ما تعمل حد سياسي؟ هيقول لك لا. طب انا رعاه اعمل ايه؟ قال لك بص انا يعني ايه هيبقى في مشاكل لكم كمان. ازاي؟ قال لك مش انت عايز تعدي من هنا لهنا وفي سور اقول لك هدفع رسوم عشان اعدي الابقار او الماشيه واعدي من السور ده وادخل الدوله دي عشان ياكلوا مثلا في المراعي وبعدين يرجعوا تاني. قال لك هتدفع رسوم. وبعدين لسه هيحصل بقى في ايه تغيرات مناخيه برضه هتاثر على حركه الرعاه. وفي دول اتقسمت وعملت حدود زي اقليم السافانا في غرب في افريقيا، قسموا الحدود الدول بين بعضها وبعض وما راعوش ان في رعاه هنا في المنطقه بيعدوا من هنا لهنا. طيب تعال نقرا الكلام واحده واحده عشان ما نتوهش من بعض. قال لك ايه تحويل بعض الدول اجزاء من اراضيها الرعويه الى الزراعه. ماشي، يعني دي هنا شويه مراعي بياكل عليها مثلا شويه ماشيه احنا هنقلبها بقى زراعه عشان نزرع الاراضي ويبقى في انتاج زراعي والناس تاكل والسكان كتروا وكده. نتيجه لزياده نمو السكان وبالتالي تقلصت يعني قلت عدد مساحه المراعي واصبحت هناك نزاعات بين الرعاه وبين اخواتنا المزارعين اللي بداوا يزرعوا الارض.
داخل العديد من الدول. لحد كده انا فاهم. رسم الحدود السياسيه في اقليم سافانا الافريقيه، في اقليم كده في افريقيا اسمه اقليم السافانا، في شويه دول، الدول دي قسمت الحدود ما بينهم دون مراعاة لقبائل وتوزيعاتها المكانيه. يا عم انت قسمت حدود وشتيت خط وبنيت السور، طب ما هنا في ناس بترعى وعندهم ماشيه، طب هيعدوا ازاي؟ انت عملت حسابهم يعني؟ قال لك لا يا عم احنا قسمنا بيننا وبين الدوله دي ومالناش دعوه بالرعاه. طب كنت تراعي الناس، ما برضو الناس يعني ايه، دي حرفتهم، دي الراعي. مما اثار مشاكل سياسيه كما في غرب السودان او بين دولتي الشمال وجنوب برضو السودان. تالت حاجه تحصيل الضرائب والرسوم من الرعاة الناتجه عن ترسيم الحدود السياسيه. انت يا عم الراعي جاب المشاية وعايز تعدي من هنا لهنا، ادفع ضرائب، وانت راجع برضو هتدفع ضرائب. ليه؟ قال لك يا عم دي حدود، دي حدود مش اي حد يعدي. يا عم ما تمشيها زي الاول، احنا بس عايزين نعدي المشاية، تاخد شويه نجيله كده وترجع تاني. قال لك ما عادش في الكلام ده، في حدود وفي رسوم وادفع عشان تعدي. قال لك رابع حاجه التغيرات المناخيه التي شهدتها غرب افريقيا على وجه الخصوص في السبعينات والثمانينات القرن الماضي. طبعا القرن العشرين، طبعا القرن العشرين هنرجع تاني. القرن العشرين اول ما اقول كلمه قرن انزل رقم واحط قدام صفرين وازود 100 سنه، اللي هو القرن العشرين يبقى 19 وزود صفرين يبقى من اول 1900 ولمده 100 سنه لحد سنه كام؟ لحد سنه 2000. قال لك في فتره بقى السبعينات والثمانينات اللي حصل حصل تغيرات مناخيه، حصل كده في الجو كده تغيرات. عملت ايه؟ عملت مشاكل في المناطق اللي هي المراعي اللي هي الماشيه بتاكل فيها. احدثت من المشكلات في مناطق المراعي، نفوق يعني موت، ملايين الحيوانات بتوع الماشيه ماتوا، وهجره السكان. السكان قالت لك الرعي كده والدنيا باظت، طب نعمل ايه؟ قال لك روح نشتغل في الزراعه بقى، وهجرة السكان الى المدن او الى حرفه الزراعه، وكل ذلك ادى لوجود مشاكل سياسيه اساسها حرفه الرعي وهجره الرعاة بين الدول. تمام. طيب الدول عايزه تعمل اتفاقيات علشان ايه؟ تنظم الحركه بتاعه الرعي وحرفه الرعي والناس اللي هي بترعى الاغنام وبتاع والماشيه. قال لك نماذج الاتفاقيات خاصه بانتقال الرعاة وحيوان الراعي. هناك نماذج عديدة للاتفاقيات الخاصة بتحديد وتنظيم حركة الرعاة وتحديد عدد رؤوس الماشية ومناطق ارتجاعها عبر معايير والشروط الصحيحة. هي أو هيقول لي مثلا موريتانيا عملت كذا اتفاقية مع دول تانية عشان تراعي برضو ظروف ايه الرعاة وتنظيم حركة الرعاة والماشية بتوع عشان ما تظلمهمش. ده مهم، جه في ثانوية عامة سنة 20. بص يا سيدي، هي هنحاول نفهمها، هنحاول نحفظها وبعدين هنفهمها. هي طبعا فهمناها ان موريتانيا بتعمل اتفاقات مع الدول اللي جنبها عشان برضو ايه تراعي حركه الرعاة، هيعدوا من هنا يعدوا من هنا عشان ما تظلمش الرعاة، وعشان برضو تحافظ على حرفه الرعي وعلى الحيوانات بتاعت الرعي والماشيه. تمام. بص هنلاحظ ان في حاجه حلوه قوي. رقم واحد هم خمس ارقام، تمام، او 5 عناصر. 1 و3 و5 بيبداوا كلمه الاتفاقيه. 1 و3 و5 بيبداوا بكلمه الاتفاقيه. أداة 1 الاتفاقيه بين، احنا بنقول موريتانيا تتكرر مرتين 1 و2، بين موريتانيا والسنغال سنه في ابريل 81. ابريل 81 ماشي. يبقى الاتفاقيه بين موريتانيا والسنغال في ابريل 81. ده حصل اتفاقيه عشان ايه؟ يراعوا تنظيم حركه الرعاة. شاطر، شكرا يا موريتانيا. رقم 2 برضو موريتانيا بس معاها دوله مالي. رقم 3 ثانية واحدة. رقم 3 ورقم 5 احنا قلنا 1 و3 و5 ارقام الفردية بتبدأ بكلمة الاتفاقية عشان افتكرها. يعني أول ما يقول لي واحد كان فيها اتفاقية بين موريتانيا والسنغال في مثلا سنة 81 في ابريل. هتقول لي صعبة يا عم لسه احفظ ابريل وبتاع. يا عم خلاص عديها، احفظ، لانك لما تكررها مرة تانية وتبدأ تقرا الحاجات اللي هي ناقصة وكنت سايبها صعبة هتبقى سهلة معاك. بس نحفظ الأول. يعني أنت لو بتذاكر الدرس وذاكرته بنسبه 50%، انا مش عايز اكتر من كده. ليه؟ لانك لما تراجعه تاني هتبقى فهمته 60% 70%. الحاجات النواقص اللي انت هتسيبها صعبه يعني ايه بعد كده هتلاقيها بدات تبقى سهله. فخلينا نركز الاول في المضمون. قال لك اتفاقيه بين موريتانيا والسنغال في ابريل 81. حلو. رقم 2 ما فيش كلمه اتفاقيه. 2 اللجنه العليا حرف العين للتعاون. يبقى بعد كلمه عليا بتيجي كلمه برضه فيها حرف العين. اللجنه العليا ايه؟ للتعاون الاقتصادي. بين مين؟ رقم 2 فيها موريتانيا ومالي. حلو، انا كده فهمتها. طيب رقم 3 رقم فردي. 3 بتبدا بكلمه الاتفاقيه. الاتفاقيه بين مين؟ موريتانيا. لا احنا قلنا موريتانيا في 1 و2 بس. الاتفاقيه بين بوركينا فاسو والنيجر. اسمين مختلفين، لا هم السنغال ولا. هنحفظها كده. سنه كام؟ 2003. وخد بالك دي اللي 2003 دي اللي في الالفينات، انما رقم 1 ورقم 5 انا بنتكلم في الايه؟ في التسعينات.
والثمانينات اللي هو القرن اللي قبله. انا بحاول نحفظها بحيث ان هو الخمس سطور دول نختصرهم. رقم 3 يبقى الاتفاقيه بين بوركينا فاسو والنيجر عام 2003. طب رقم 4 ما فيهاش اتفاقيه. 4 بتتكلم عن ايه؟ 4 ترسيم الحدود بين السعوديه واليمن. قال لك معاهده ترسيم الحدود السياسيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه اليمن. ماشي. رقم 5 تبدا كلمه اتفاقيه افتكرها. اتفاقيه بين ايه؟ بين دول غرب افريقيا اسمها الايكواس 16 دوله مع بعض. اتفاقيه بين مجموعه دول افريقيا الايكواس 16 دوله. سنه كام؟ هو قبل ال 2000 لان ال 2000 احنا قلنا سنه 98 اكتوبر 98. تمام يبقى اكتوبر 98 وعندنا اول واحده كانت ابريل 81. انما بقى ال 2000 كانت رقم 3 اللي فيها الاتفاقيه بين دولتين مش هما مختلفين شويه اللي هم بوركينا فاسو والنيجر سنه كام؟ 2003. تمام. بس اتفاقيه لجنه عليا للتعاون الاقتصادي وبعدين اتفاقيه بين بوركينا فاسو والنيجر وبعدين الرقم 4 كان فيها الحدود ترسيم الحدود بين السعوديه وبين اليمن. رقم 5 بدا بكلمه اتفاقيه فاكرها اللي هي الاتفاقيه بتاعت غرب افريقيا اللي هي 16 دوله مع بعض كانت سنه 98. حفظتها خلصت. تمام. طيب ندخل بقى على الايه؟ الوحده الثانيه الدرس الرابع. مشكلات. احنا قلنا مشكلات الاستعمار خلف مشكلات اقتصاديه ذات بعد سياسي، مشكلات اجتماعيه ذات بعد سياسي، وتقسيم الميه بقى والاقليات والكلام ده. طيب ندخل بقى على المشكلات الاقتصاديه ذات بعد سياسي. قال لك اقتصاديه يعني ايه؟ يعني موارد، يعني بترول، غاز، ميه، نهر، معادن، ثروات، دي اقتصاديه. قال لك تعد مشكلات الميه والطاقه. الميه عارفينها، نهر كده، بحار كده يعني. طب والطاقه؟ قال لك بترول وغاز وفحم ومصادر الطاقه اللي بتحرك المكن كده والمكن يدور. يعني لو ما فيش طاقه مفيش بترول المكن كله هيقف، مفيش عربيات هتمشي، مفيش مواتير هتشتغل، الدنيا وقفت. قال لك تعد مشكلات المياه والطاقه من اهم ايه بقى؟ مشكلات اقتصاديه ذات البعد السياسي. بتتكرر تاني. ماشي ناخدها حته واحده. مشكلات اقتصاديه ذات البعد السياسي لان لما مؤثر بالغ في السلوك السياسي للدوله. اتجاه الدوله هتعمل ايه؟ ما فيش دوله تنزل على ميه ولا على مواردها ولا الدوله حالها هيقف. في المياه هي عماد الحياه. ماشي. وتغير حضاره حديثه في ابسط تعبير لها وبدونها ما يعود الانسان الى عصر ما قبل الصناعه. لحد كده انا فاهم يعني. طيب مشكلات الميه. قال لك تعد مشكلات الميه من اهم المشكلات الاقتصاديه ذات البعد السياسي. برضو يعني فهم هي بص حته بتيجي حته كده. مشكلات الاقتصاديه ذات البعد السياسي الذي يظهر في بين الدول في الحالتين عند تحديد المياه الاقليميه. احنا خدناها المحاضره اللي فاتت. احنا بنتكلم دلوقتي لما قلنا احنا قسمنا البحر عند خط وبندخل مثلا مياه اقليميه 12 ميل وبعدها تكميليه 12 ميل وبعدين محايده وبعدين ايه؟ وبعدين اعالي بحار. اول ما ينطق اقليم الدوله الساحليه احنا كده بنتكلم في البحر مش بنتكلم على ايه؟ على النهر. تمام. قال لك عند تحديد المياه الاقليميه والدوليه بين الدول على بحار ومحيطات. ماشي يا عم فهمتها. يبقى تحديد ايه؟ المياه الاقليميه والدوليه. وهنا كلمتين برضو مع بعض كده بحار ومحيطات. ماشي. وعند الاستفاده من مياه النهر الدولي وتقسيمها بين الدول التي تشترك فيه. ازاي؟ قال لك بص والله لو في نهر بادئ في دوله من اوله لاخره جوه حدود الدوله هي اللي حره فيه وده نهر محل جوه دوله بس مفيش دوله تانية بتشترك في مسار النهر. والله الدوله بقى قالت تردمه او اوسعه اعمل سدود اعمل توليد كهرباء اصطاد منه سمك حر، هي حر. انما النهر ده لو معدي على دوله والتانيه والتالته لا مفيش دوله هتقدر تيجي يم النهر غير لما تستأذن الدول التانيه عشان ده نهر دولي معدي على وحدات سياسيه معدي على دول. تمام. عندنا مثلا نهر النيل لا ده دولي. ليه؟ لانه جاي مثلا اثيوبيا ومعدي على اثيوبيا ومعدي على السودان ومعدي على مصر فده نهر دولي. طب لو نهر مثلا في فرنسا نهر السين مثلا قال لك النهر ده من اوله لاخره جوه فرنسا يعني محدش له يتدخل في النهر ده الا فرنسا. تمام. ده بالنسبه للنهر المحلي والنهر الدولي. هنفهم ده. قال لك مشكلات تقسيم مياه تقسيم مياه في المناطق المشتركه. يعد الحد البحري للدوله. ماشي دخلنا البحر اهو. جزء من النطاق الاقليمي للدوله الساحليه. تمام. وتعين الحد البحري او الخط الذي يفصل بين ما يخضع لسياده الدوله وبين ما يخضع لغيرها من الدول اللي يسبق الامر سهل قد تظهر عليه مشكلات. يعني ايه؟ قال لك والله بقى بص ممكن يبقى في دولتين جنب بعض وفي دولتين قصاد بعض. الدولتين لو هم قصاد بعض دي دوله ودي دوله قال لك يا عم الدوله دي لها مثلا مياه اقليميه هنا ودي لها مياه اقليميه. والله هنا اكتشفنا غاز وبترول يخص الدوله دي اكتشفنا هنا غاز وبترول يخص الدوله دي. تمام. طب لو الدولتين جنب بعض
قال لك بص، مش ده خط الحدود اللي ما بين الدولتين وبعض؟ مد شويه كده في الميه. قال لك النص ده يخص الدوله دي والنص ده يخص الدوله دي. ليه؟